السيد حسن نصر الله بس استشهد ب 27 ايلول، ب 28 ايلول ظهرا حضرتكم اعلنتوا. كيف كان عندكم القدره فعليا؟ انا بسالك يعني ما على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد والله حزب الله، كيف كان عندكم القدره تتلوا هيدا البيان او تكتبوه او تنشروه؟ الحاج محمد هو اللي كتب البيان، بيان استشهاد الامين العام. كان في 1000 حرقه و1000 قصه و1000 دمعه و1000 شخطة قلم بكتب هيك ولا هي ما عم بيقدر اصلا، ما كنا نصدق، اكيد مش مصدقين. هي لانه سبحان الله مع انه السيد سماحة الامين العام هو انسان وبشر وروح، ولكن احنا كنا واصلين معه انه احتمال يعني من الصعب جدا ان يستشهد، ولكن نحن استشهد لنا قادة سابقة سماحة السيد عباس الموسوي ما في شك، ولكن بهيدا التاريخ وبهيدا التوقيت باول الحرب باول التصعيد نعم بهالعملية ب 83 قنبلة عبر صواريخ. بمجرد ما صارت الضربة نحن توقعنا انه يكون ضربة كبيرة لسماحة الامين العام. لما عرفنا تأكدتوا ايمتى؟ الظهر ولا بالليل بنفس اليوم 27 ولا ثاني يوم؟ نحن عرفنا انه هو موجود هناك، وبعد حوالي بعتقد الساعتين 3 تأكدت انه ضربة للامين العام، ولكن كنا ننتظر انه الشيء الرسمي يعني الوصول الى الجثمان وغيرها من التفاصيل. متى تم التأكد؟ ثاني يوم سماحة الحاج محمد اتصل فيي وكان عم يبكي انه العزيز الغالي راح. وعندما ارسل لي البيان قلت له كيف استطعت ان تكتب؟ كيف قدرت تكتبه؟ كيف طوعتك اناملك انه تحمل القلم وتقدر تكتب هيدي الكلمات؟ فهون الحاج محمد بكي كثير. ايه بكي كثير، وهو عن جد كان متألم. هون بدأت لحظات الارتقاء بروحه انه هو صار في مكان اخر. صعبة ولكننا دفعنا ثمنا غاليا لينتصر ولتبقى كرامة الوطن. صراحة في ناس بعد هلا بتقول ما مصدقوا حيظهر خلال حفل انتصار او شيء السيد ما مات. هلا هو موجود، روحه موجودة فينا. كيف ما طلعتي هلا بالوجوه العالم رح تلاقي عيون السيد وروح السيد وكرامة السيد كلها موجودة. انتوا قدرتوا تشوفوا الجثمان ولا لا؟ نعم. اشخاص معينين يلي شافوا. طب سؤال اخير، هل في وصية لسماحة السيد الشهيد السيد حسن نصر الله حيتم عرضها؟ هلا في شيء مشاهد معينه تاركها لجمهور المقاومه، هالجمهور اللي ناطر اي شيء من ريحه السيد؟ اكيد في وصيه، لكن هذا الموضوع نتركه لسماحه الامين العام سماحه الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. يعني في وصيه لسماحه السيد مسجله، ولكن سننتظر ان شاء الله الايام المقبله عرضها.